تعرف ايه الفرق بين الاماتيست وبينك يا صديقي؟ وخلي السبحة المميزة الجميلة دي علشان جديدة هفرجها لك بكرة. الاماتيست لو تعرف تدرجاته العجيبة في الطبيعة، سبحان الله، دي التحفة اللي هفرجها لك النهاردة. لكن الاماتيست بيتكون من حبات الرمال تحت ضغط هائل على مدار ملايين السنين. خليني أوضح لك من الشمال لليمين. بتبتدي حبة رمل صغيرة في الطبيعة، ثم تتحول إلى كوارتز، ثم تتحول إلى أماتيست، ثم تتحول إلى سترين لو فضلت ملايين السنين كمان في الطبيعة يا صديقي. وده بيتم تحت ضغط هائل جدا وحرارة عالية جدا، علشان كده بيتكون الأماتيست. أما أنت تحت ضغط الشغل الهائل هتفضل إنسان. شوف التحفة الجميلة دي من لون الأماتيست الغامق جدا وروعة وجميلة قوي. برضو ما كشفناش الظهر علشان تفضل تحفة على مكتبك، فيها التدرج الكوني الجميل اللي كل خط فيه اتكون في أكتر من مليون سنة في الطبيعة. وسبحان الله، القطعة دي بوزن 777 جرام من الأماتيست أو الجمشة، المهم جدا في تقليل الشحنات الكهرومغناطيسية، وعلشان كده كان الرومان بيستخدموه في تقليل أعراض السكر يا صديقي. قصص طويلة جدا حكيناها في فيديوهاتي، واتشرف تتابعني علشان تعرف كل جديد وتشوف التحفة القمر دي اللي هعرضها لك بكرة. أشوفك دايما على خير.